السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ شلون اخباركم؟ يا رب ان شاء الله الكل بخير وعافيه. اليوم وصفتنا ان شاء الله راح تكون الكرز، مربى الكرز. اني محتفظه بيها بالمجمده، يعني جامده. ان شاء الله راح تكون كيلو ونص الكرز وكيلو ونص الشكر. اتبعوا وياي الخطوات وان شاء الله تعجبكم الطريقه. اول خطوه نقول بسم الله، ناخذ كرز اللي هو كيلو ونص، وهذا الشكر راح اضيفه واخليه على النار لمدة 20 دقيقة واشوفكم شكله بعد ما يذوب الشكر بيه. وابدي احرك الشكر والكرز لما الماء يذوب الشكر بدون مي، لان هو جامد راح يظل هالشكل يتكرمل الشكر ومن نوبي المي، ما نضيف له مي، نخليه على نار ناصية حتى ما يحترق من الأسفل. هذا قوامه بعد ما ذاب السكر على نار يعني مو عالية هالشكل، واخليها على نار ناصية لما ما اشوفها فد نوب يعني تقوم تفور، واشوفكم بعدين شو نسوي. هسه شوفوا حبايبي، هاي الرغوة البيضة بعد ربع ساعة على نار ناصية. ورا ربع ساعة المربى نصيتها، هذه الرغوة البيضة اتخلص من عندها، وبعدين اضيف حامض الليمون. هاي الخطوة هسه لازم تتأكدون من عندها انه بعد ربع ساعة على نار ناصية ذاب الشكر. ورا ما ذاب الشكر ابدي اني اراقبه على نار عالية، اعلي النار وابدي اراقبه. من يقوم يفور راح اتخلص من هاي الرغوة، وبعد ما اتخلص من الرغوة اضيف له رشة من النمندوزي، لو عصير نص ليمونة. هذه اللي راح الاضافات اللي اضيفها. بقت الهيل هاي حسب رغبة يعني الواحد، يعني اذا يريد يضيف هيل او لا. هاي الملاحظات جدا مهمة ولازم تنتبهون عليها اذا ردتوا تطلع المربى وما يعني تخرب بعد ما تسوينها بفترة قصيرة. لازم تنتبهين. شوفي هذا لازم اتخلص منها، هاي الرغوة البيضاء اتخلص منها كلها. يلا اضيف حامض النامندوزي. هاي الرغوة تخلصنا منها اكثر من مرة، طلعت هسه ما بقى شي بسيط، فراح اضيف رشة براس الخاشوقة مال الشاي، رشة مال حامض ملح الحامض يسمونه، ونقول احنا عليه حامض نامندوزي، واتركها لمدة 20 دقيقة وشوفونها شلون راح تصير حلوة بشكلها وثخينة. واذا حبيتوا تتخلصون من هاي الحبة مالتها اصفيها بمصفي، اما اذا حبيتوها بحبايتها الكاملة كل من وحسب رغبته وذوقه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا قوامها وبعدها حارة، من تبرد راح تصير بعد أثخن من هذا القوام. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، وأشوفكم إن شاء الله بوصفة ثانية. ألتقيكم على خير. وهذا الكيلو راح أسوي له يعني عصير، الكيلو ونص راح نسوي ذاك مربى، وهذا إن شاء الله راح أسويه عصير. هسه راح أخليه على النار. سمي بسم الله. وهاي راح أضيف المي بس بدون شكر، ونشوفها لما الماء يفور ونتخلص من الرغوة البيضاء. نشوفكم الخطوة اللي بعدها. لازم المي يغطيه هالشكل. بسم الله. بعد ما فار لمدة 30 دقيقة، هاي العصير راح أصفيه
خطوة اختيارية، يا اما تردين تاخذين هذه وتسوين شيرة على جهة وترجعين تسوينها مربى، يا اما تبدين بهرسها. اذا تردين بعد يعني يصير القوام ماله اذخن. انا راح ابدي بهرسها، بس اردها شوية تبرد لان ما اقدر اهرسها اسوي بيها حارة، فننتظر شوية تبرد وبعدين ابدي بهرسها. هذا بعد ما برد هالشكل، واضيف له مي واصفيه. هذا هو قوامه. هسه راح اجيب بسم الله وبلا سكر، طبعا بدون سكر. ان شاء الله تعجبكم طريقة العصير والمربى. ننتظرها تتماسك وتصير شوية بعد القوام مالتها سميك، يصير شوية أدخن يعني، واشوفكم اياها. رجعت لكم حبايبي، هاي نتيجة وصفة مربى الكرز. هذا العصير، هذا قوامه بعد ما صفيته، وهاي هنا المربى بدون البذر مالتها او يعني الكرز بدون نواه. هالشكل هذا قوامها، شوفوا تجنن. وهنا هاي هنا ويا النواه مالتها او البذرة مالتها، هاي تجنن تجنن. هسه خلينا نذوق. بسم الله. تجنن. اتمنى تذوقوها، جربوها وانطوني رأيكم.